يعني لما داعش خسرنا المعركة صلم صلاة الردة على كل أهل الرقة، يعني كفرونا كلياتنا، فزرعم الألغام بالبيوت وبالمنازل بالسيارات بالأراضي يعني ما خلم شيء ما زرعم به ألغام، حتى بالشوارع بالأرصفة بالمجارير بكل مكان زرعم ألغام. والحمد لله يعني انفجر بي لغم لما كنا شالين النار، سحبنا حطينا حطب من خلالها طلع لغم جوانا من النار، وهاي انبترت رجلي بسبب ألغام داعش يعني. والحمد لله الحياة ما وقفت. طبعا اعتقلوني انا واحد اصدقائي، احنا كنا نشتغل بمجال توعيه الناس خاصه الاطفال. بالفترات الاخيره لما صار من الدواعش يكثفون عملهم مع الاطفال مع اليافعين المراهقين مشان يشتغلون على فكره شخص انتحاري او انغماسي على حد تعبيرهم. صار بي ضحايا عده من الاطفال من المراهقين من الشباب. فما كان منا الا انه احنا يعني لما نشوف اطفالنا يتعرضون للاكاذيب والاضحوكه هذه، فصرنا احنا نوعيهم.